مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل دونت او دونتس اللي يريحكم بابسط تكاليف من البيت، مش هنجيب حاجه من بره. بصوا معايا، انا عندي بالمج الكبير ده عايرته، المج العادي اللي هو بتاع الشاي اوكي. عندنا 3 كوبايات دقيق، وده نص كوبايه لبن. البيض ده لو واحده كبيره اوكي، انما انا عندي البيض صغير شويه، فاضطريت ان انا احط 2 وعليهم ذره الفانيليا. ودي ربع كوبايه زيت، معلقه خميره او كيس خميره، معلقه بيكنج باودر صغير، دي معلقه كبيره لو عندك الخميره سايبه، او كيس خميره، ودي معلقه صغيره. وهنا 3 معالق سكر بودره. هنحط كل المكونات، معلش مش قادره اعجن، فهحط كل المكونات على بعضها، مفيش اي حاجه. بصوا الاول هنحط اللبن، نص كوبايه لبن، بيضه كبيره او بيضتين صغننين اللي هما معاهم معلقه صغيره فانيليا او كيس فانيليا، وهنحط الخميرة والبودر اهو، وعندنا ربع كوباية السكر بودرة. هنعجنهم الأول وهوريكم هنعمل ايه. بصوا احنا حطينا كده كل المكونات، معلش عشان دراعي وجعني، بس ممكن يتعمل عادي بالايد. هنحط بقى الدقيق اهو، نحطه على مرتين كده، نشغل عشان بس الصوت، عشان الصوت اهو. حبايبي احنا خلاص كل المكونات ما عدا الزيت، هنحط ربع كوبايه الزيت اهي عشان تاخد اللفه الاخيره. احنا ما ضفناش غير نص كوبايه لبن، ما عملناش اي حاجه، مفيش سوائل غير البيض واللبن والزيت. بصوا يا حبايبي احنا خلصنا العجينه. هي في العادي ما بتاخدش ربع كوبايه لبن زياده، بس المره دي مش عارفه دي يعني ايه اللي جراله، لقيت ان العجينه محتاجه ربع كوبايه لبن فحطينا لها ربع كوبايه لبن. هنغطيها ونسيبها تخمر واوريها لكم واحنا بنقطعها. بصوا حبايبي عجينه اهي، وهنبططها اوريها لكم نعمل ازاي عادي خالص زي ما بنعمل مع اي عجينه. على فكره احنا بنسيبها تخمر تاني بعد ما هنقطعها، يعني هنخمر مرة ونرجع هنخمر مرة تانية بعد التقطيع علشان تعمل. بصوا احنا هنرجع نخمرها تاني، خلي بالك. والقطعة التانية احنا مش هنرمي ده احنا بنحمره عادي اهو. هكمل بقى الباقي. بصوا بقى دي باقي العجينة. خلي بالكم يا جماعة انا عاملة ال3 كوبايات مج كبير عن كوباية الشاي. اللي عايز يعمل كوباية الشاي هي بس هتطلع كمية بس اقل من دي، فاي مج انتوا هتستعملوه هتطلعوا كمية برضو حلوة وعلى قد ايدينا، مكونات في البيت نقدم لضيوفنا وحبايبنا واحنا مسافرين ناخدها. انا عندي حاجة صغيرة اهي فاهمة، هعمل بيه كده، زي ما فيش اسهل من كده، مكونات كلها على قد ايدينا. ايه رأيكم؟ مكونات على قد الايد اهي ولا اي حاجة. هنسيبها تخمر برضو شوية وهرجع لكم تاني لما تخمر هوريكم هنحمرها ازاي. بصوا دي هي دي بس بعد ما خمرت شوية. احنا هنقلي على كده ادي اهي، هتبقى زي كده، هنغطيها برضو لغاية اما تخلص وهنبتدي ايه نحمر. بصوا حبايبي دي عاملينها على ايدينا، شوكولاته عاملينها على ايدينا، بعد ما تطلع بقى هنحطها عليه. دي ايه؟ نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه كاكاو، وبنحط الزيت بعد ما ينضرب خالص في الخلاط تماما. هنحط الزيت بالتدريج قيمه ربع كوبايه، انا حاطه ربع كوبايه يا جماعه، بس طبعا انا عملتها مره
وعاملاها فيديو، شوفوا اقتصاديه، ولا لبن ولا حاجه. عايزين تضيفوا لبن انتوا حرين، بس هي نص ميه، نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو، وربع كوبايه زيت بيتحط الاخر بالتدريج، يعني هو شغال نحط نقطه بنقطه. بصوا هي لسه هتحمر طبعا. نار متوسطة بعد الزيت ما دفي، مش سخنة قوي عشان ما تحمرش بسرعة وتبقى نية من جوه. نحط بقى الصغنن ده، الصغير ده بقى بحط عليه عسل ابيض بيبقى جميل جدا. هنا حمرا اخضر. بصوا بصوا حبايبي، احنا بنسخن الزيت مش بنقدحه، وبعدين نوطي على نار متوسطة خالص، وبعدين نحمر. هوريكم التحمير. بصوا اهي حتى لسه سخن. بصوا شوفوا طرية قد ايه، شوفوا طرية قد ايه، لسه سخنة مولعة اهي. بصوا جميلة جميلة. بعد ما بنطلعها من الزيت بنحطها في الشوكولاته. لو انتم مش عايزين تعملوا الشوكولاته دي، ممكن تعملوا شوكولاته عاديه خام وتعملوا لها حمام مائي وتحطوا فيها برضو وهي سخنه عشان تلزق وتبقى بالجمال ده. شفتوا الجمال؟ مفيش ولا اروع من كده. ودول ال3 كوبايات دقيق اللي بمج الكبير مش مج الشاي، عشان المصداقيه خدوا بالكم. عملت لكم كميه جميله. ممكن تحطوها بقى في الرحلات في علب كده جميله وتستفوها جنب بعض مش فوق بعض، تاخدوها في رحلات كده تبقى جميله. لولا عندك ضيوف ومش عارفه تعملي ايه، وعندك دقيق وشويه زيت وشويه الميه بس وخميره وبيكنج باودر، تعملي احلى دونت. احلى دونت والشوكولاته بالكاكاو زي ما قلنا. ارجو ان انتوا تتابعوني، ومتشكره على دعمكم ليا، وميرسي ليكم، وباي باي.